السلام عليكم حبيباتي، وش راكم؟ صحة رمضانكم كل عام وانتم بخير، وان شاء الله تكونوا خير وعلى خير في هذا الشهر الكريم. اليوم جيتكم بعدة وصفات درتها لكم في هذا النهار، ان شاء الله تنال اعجابكم وتعجبكم، وتكتبوا لي في الكومنتير. اليوم جيتكم بتحلية بزاف شابة وخفيفة نتناولوها مور الفطور، نقدروا كذلك نتناولوها في السحور. تجي بزاف شابة، زينتها لكم بالمكسرات واشتركت معاكم طاولة الإفطار تاعي وش طيبت في هذا اليوم. درت شوربة حمراء بالفيرميسال مع جواز تاع القرنون والجلبانة والدجاج، ونعصروا له عصرها قارص مع اللحم الحلو. زينتو لكم بالتفاح والزبيب واللوز، ودرت لكم شلاضة مازيدوان اللي زيناها بالبيض والزيتون، مع البوراك درتو بالبطاطا والدجاج اللي جا بزاف خفيف وبنين. نبداو الوصفة التحلية اللي درتها لكم بعصير تاع التشينا. نعصرو 3 حبات تشينا، عندنا زوج مغارف كاكاو ماشي معمرين ولا مغرف كبيرة، عندنا 2 مغارف تاع سكر، تقدري ديري حتى 3، 2 مغارف مايزينا، عندنا كمشة تاع مكسرات يكونوا شوية خشان، تخليهم خشان باش ديريهم في التحلية تاعك، وعندك الشيكولا اللي تضيفيها مع الاخر في الحليب، مع نص ريتلة تاع حليب. نحكموا الفرن تاعنا، نشعلوا الغاز، نديروا كسرونه ونديروا الحليب في الكسرونه، نضيفوا للحليب مايزينا 2 مغارف مع 2 مغارف حتى 3 تاع سكر. نحكموا الفوي تاعنا ونخلطوا المايزينا مع السكر، ثم نضيفوا الكاكاو تاعنا ونحركو مليح. نحركو هذا المواد مليح باش ما يلصقوناش في القاعة تاع الكسرونات تاعنا. هذه التحلية بزاف تجي شابة وخفيفة. بعد ما الحليب تعقد بالمايزينا حركناه مليح، في الاخير بعد ما يغلي الحليب نضيفوا له المكسرات، يولي القوام تاعو ثقيل. بعد ما خليناه برد نفرغوه في الكؤوس اللي نديرو فيهم، نديرو نصف الكوب او نصف الكاس، ونديروهم في الثلاجة ونخلوهم يبردوا. دركاتيك نطيبوا الحليب مع المايزينا مع 250 غرام تاع عصير التشينا، 2 مغارف تاع سكر، 2 مغارف تاع مايزينا ذكرتها في كسرونة. كذلك نشعلوا الفرن تاعنا، نديروا نص ريتلة تاع الحليب اللي قعدت لنا، ونضيفوا العصير تاع التشينا والسكر والمايزينا، ونحركوهم مليح، نحركوهم بالمغرف، ومن بعد نجيبوه فوي ونحركوهم بالفوي، نحركوهم باش ما يتلصقناش المايزينا في قاعة تاع الكسرونة. بعد ما تعقدت لنا الكريمة
نطفو الفرن تاعنا ويكونوا بردوا لنا الشيكولا اللي درناها يا والحليب في الثلاجة. نعمروا الكيسان تاوعنا مليح ونخلوهم يبردوا. بعد ما بردونا نزينوهم بأزهار ولا مكسرات يكونوا عندك. انا زينتهم بالجوز بالازهار، عندي ازهار زينتهم بيها، والبيستاش درت لهم البيستاش من الفوق. تزينيهم وش عندك في الدار، مكسرات، كاوكاو، جوز، لوز، وش عندك زينيهم. المهم زينيهم باش يكون عندهم منظر الشباب. وديريهم في الثلاجة وخليهم يبردوا. دركا نروحو للشوربة. نقطعو اللحم تاعنا، نغسلوه مليح في العين، نخلوه يقطر. نجيب قدرة تاعي، نشعل الفرن، ندير 3 مغارف زيت. هذا الشربة تجي بزاف خفيفة في رمضان. نديرو الزيت تسخن، نضيفو اللحم اللي قلت لكم نكونوا غسلناه وقطر. نضيفو حبة بصل كاملة، نحركو مليح اللحم والبصل. ولا تحبي ديري سمن ديري باش تجي ريحة السمن تجي شابة. قطعي القرعة، حبة قرعة، حبة زرودية رقاق، 2 حبات طوماطيش. وإلا عندك مطحونة ديريها مطحونة. ضيفي زرودية، ضيفي الجلبانة. إلا عندك الطرشي مقطع ضيفي الطرشي، ديري الطرشي تجي بزاف شابة بالطرشي. قزبر، كرافس يكونوا مقطعين رقاق، ضيفيهم للشربة تاعك اللي تجي بزاف شابة بالخضرة. مع 2 مغارف طوماطيش الباطا، ديريها من الاول باش تطيب الطوماطيش وتجي بنينة، تروح لها القروسية. خليهم يتقلاو مليح. ديري قاي 2 مغارف تاع ما باش ما تلصقلكش في قاع الكسرونة. لي زيبيس ديري لها العكري. عندك لا عندك التوابل تاع الشوربة ديري. انا درت التوابل تاع الشوربة، درت زنجبيل، درت شوية فلفل كحل، شوية كركم. خلطي هذا المواد كامل وضيفي الملح. تتقلى لك الشوربة مليح. ديري لها الماء يكون سخون. قبل ما نغلق عليها ديري القزبر والنعناع، ربطيهم فوقي وديريهم باش يعطوا البنة للشوربة تاعك. في قدرة واحدة اخرى جبت الزبدة والزيت، ضفت البصل، خليتهم يتقلاو مليح باش نوري لكم جواز تاع دجاج بالجلبانة والقرنون اللي يجي بزاف خفيف في رمضان. ضفت الملح مع فلفل كحل وزنجبيل. ما كثرتش الفلفل الكحل خاطرش يضرنا في عندنا المعدة. نديرو شوية تاع معدنوس، نخلطو مليح الدجاج مع البصل مع المعدنوس باش يجي ياخذ هذيك التحميصة مليح. بعد ما يتقلاو الدجاج مع البصل نديرو الماء ونخطوها ونخلوها طيب. في مقلة واحدة اخرى نديرو 2 مغارف تاع زيت،
نحكموا الفرميسيل تاعنا نحمصوها شويه باش تجي كي طيب تجي فيها ريحه شابه، ما تجيش ريحه خضراء. بعد ما طاب الدجاج نص طياب، ندير الجلبانه وندير القرنون تاعي اللي نكون نقيته ودرتلو القارص ونخليهم يطيبوا. دوكا حندير معاكم شلاضة بالروز. عندي طاس تاع روز طيبته وقطرته طيبته بالملح وقطرته. عندي زيتون، عندي بيض، عندي عندي رز هاني طيبته وقطرته مليح، طيبته بالملح. نضيف له شوية تاع دجاج يكون طايب، شوية زرودية وشوية قرعة طايبة كذلك في الملح. زيتون مقطع رقيق. عندي فرماج ومايونيز وبيض مقطع كذلك رقيق. نخلطوا هذا المواد كامل، نديروا لهم المايونيز باش المايونيز يجمع بين المواد والفرماج ونخلطوهم مليح. هاد المازيدوان تجي بزاف شابه. هنايا هاني كملتها الطاولة تاعي، طيبت كامل، حطيت الشوربة في السوبيرة، زينتها بالقزبر مع الجواز اللي درتو بالقرنون والشلاضة تاع الوراق وزينتها بالبيض مع البوراك اللي درتلو القارص والمعدنوس اللي يعطيلو بزاف القارص البنة مع اللحم الحلو. ان شاء الله تعجبكم الطاولة تاعي اللي نوعت لكم فيها، مع التحلية هذه بزاف جات شابة وخفيفة، وتكون ان شاء الله تعجبكم وتسيوها وتكتبوا لي في الكومنتات لا عجبتكم ولا ما عجبتكمش.